في الكوارث تنسج خوارق نشبه بالأساطير. في الزلزال الأخير الذي ضرب إقليم تارودانت عاش سكان دوار يسران قصة أشبه بالمعجزة، معجزة نجا فيها كل سكان القبيلة، ذات القبيلة التي دمرها الزلزال عن بكرة أبيها. كنا احنا عارضين الدوار على حسب صدقة درت الوالدة على حسب السلكة، وجاو الناس عندنا للدار، وفاش وقعت هذيك الفاجعة والناس الحمد لله ملي خرجوا ما وقع عليهم شي، راه هذاك هو الفضل ديال الله تعالى الحمد لله. ومنين رجعوا للمنازل ديالهم كيفاش؟ أغلبية فيهم لقاو البلايص ديالهم مشاو طاحوا. في هذه الدار، دار ميفادما، اجتمع سكان القبيلة صغارا وكبارا، شيوخا ونساء، حول مأدبة أقسمت ميفادما أن تقيمها وفاء لنذر أجابته على نفسها طاعة لله بعد عودتها سالمة من أداء مناسك العمرة. تأجل موعد الصدقة مرات ومرات ليصادف ليلة الهزة الأرضية. وعيت لنا الصدقة، وهذا البيت اللي هنا عامرة بالعيالات، الفوق الرجالة في الدراري، هذوك اللي طيبوه في الداخل، هذاك في الداخل البيت في الداخل، حفظهم الله، شكرنا الله، حمدنا الله. الحياة دبت من جديد هنا في دوار يسران بجماعة سبت فراوتن. العلي القدير استجاب للخافت من دعاء هذه المرأة الطيبة، بينما كانت حناجر الطلبة تشنف أسماع الحاضرين بتلاوة ما تيسر من الذكر الحكيم بصوت رخيم. ورغم الهزة الأرضية وانقطاع الكهرباء تعالت الأصوات بالدعاء: ربنا لا نسألك رد القضاء، لكن نسألك اللطف فيه. داك الشيء اللي عطا الله، الحمد لله. يا الحمد لله، حمدنا الله، حيت ما مات حد، ما تهرس حد، الحمد لله. حمدنا الله. الحمد لله. وديك القصة ديال المعلم اللي مشيتي جبتيه؟ المعلم مشيت لهم بجوج، كانوا في الدار، كاينين عند خويا في الدار نيت غير مقسومه، هي النص فيها خويا وعاد الدار الاخرى كاينين حنا فيها الخوت. مشيت له خرجت صحه ما بغاش يجي، قلت له والله عاد مشيت تجي تتعشى مع الناس، جا البلاصه فماش ناض كاع لا اله الا الله، مشات الحمد لله. من قال أن الملائكة لم تحلق فوق هذه الدار ليلة الزلزال فهو مخطئ. ففي هذا العام أعاد المغاربة اكتشاف مفهوم النية، والآن يعيشون معنى البركة، بركة الجود بالموجود. الصدقة أنقذت قبيلة بالكامل من موت محقق، فبالنية والبركة تنبعث التمغربيت من جديد.